اهلا بيك في الفلوج رقم 4 من رحلتي ان اعمل مليون جنيه. في الفيديو اللي فات كلمتك ان انا غيرت البيزنس وتحول من ان انا كنت عايز افتح R&D اللي هو البيزنس اللي بيساعد صناع المحتوى ان هم يبنوا بيرسونال براند قوي، ليه ان انا ابيع ديجيتال برودكت او منتج رقمي. مهمته باختصار ان هو عبارة عن برومت تكتبه لشات جي بي تي لاي اي ويطلع لك نتيجة محترمة. انا ببيع بقى PDF في 10 برومت خاصين بالناس اللي بتبيع على امازون. هو ممكن يبقى نيش مختلف شوية، غريب شوية، لكن لما سألت شات جي بي تي وعملت شوية سيرش كده لقيت ان هو لا نيش في ناس كتيرة وقع عليه طلب ومهم. فدلوقتي في الفيديو اللي فات وريتك ان انا خلصت PDF. زي ما قلت لك هو PDF هو 10 برومت. كل برومت مثلا برومت عشان يطلع لك افضل عنوان او افضل تايتل تكتبه للمنتج بتاعك، للوصف مثلا وهكذا يعني، فاهم؟ فدلوقتي جه وقت دور ان انا التسويق. فازاي هسوق المنتج ده؟ فانا هسوق في كل منطقه. يعني ازاي؟ يعني انا هفتح صفحه على انستجرام، تيك توك، فيسبوك، يوتيوب، بنترست برضو في ممكن تنزل حاجه اسمها ت- بتجيب ناس يشتروا منك. بس فانا مهمتي بقى ان انا انزل محتوى على كل الصفحات دي، على كل المنصات دي. وكل المحتوى طبعا بيجر في الاخر ان انا هم يضغطوا على اللينك، ان هم يضغطوا على اللينك اللي بيوديهم لصفحه اللي هي جمرود اللي هي فيه المنتج PDF. محتوى عن طريق بوستات عادي جدا ومحتوى ريلز. فالبوستات بشرح فيهم في المنشورات او البوست بشرح فيه ازاي استخدم ازاي تستخدم الاي برومت، والفرق بين الاي برومت وكلام اي حد هيكتبه عادي، وان انت تكتب تكست عادي، وان انت تستخدم برومت مخصص لمهمه معينه ليك، فاهمني؟ الريلز لسه هعملها. ممكن بقى تكون بتشرح فكرة ان انا ازاي بستخدم الاي برومت، ازاي الاي برومت بيطلع لي النتيجة اللي تخليني ابيع اكتر عدد ممكن في امازون وهكذا. بس فهو ده تركيزي النهاردة، اني اركز على حتة التسويق اكتر. لان انا دلوقتي بعد الفيديو هفتح كل صفحات السوشيال ميديا، انستجرام، تيك توك، فيسبوك، يوتيوب، بنترست، جايز كل الصفحات. هبتدي اعمل لي كام بوست، كام بوست. يعني ممكن اعمل خلاص النهارده ريل ريل او اتنين على حسب الوقت وبس، وننزلهم ونبتدي بقى ننزل مثلا من بكره. نبدا بقى ان احنا ننزل محتوى من بكره بس. وانا بفكر بقى ان اقعد انزل كتير على امل ان حد يجيب لي، على حد يشتري. البيزنس ده مش بيزنس كويس، ولا ان هو بيزنس اعيش بيه حياتي، ولا الفلوس اللي هتخش لي هتبقى كبيره. انا كل تركيزي في المرحله دي اني اعمل فلوس حتى لو صغيره. اخد الفلوس دي احطها بقى في بيزنس كبير محترم، هو ده يبقى كل تركيزي عليه. والبيزنس الكبير هيجيب لي فلوس كتير، اخد الفلوس دي افتح بيها بيزنس تاني تالت ورابع وهكذا. فدي المرحله اللي فيها دي اسمها زي نقطه البدايه، ان انا اكسب فلوس. بالفلوس دي بقى اقفل بقى البيزنس ده خالص، مش فارقه معايا. اقفل بقى الصفحه دي واقفل بقى ان انا التنزيل واللي هو التسويق بتاعه، خلاص خدت منه الفلوس اللي انا عايزها. اقفل وابتدي بقى اركز بقى على البيزنس الرئيسي اللي انا عايز افتحه. ايه هو؟ لسه مفيش حاجه في دماغي، لسه بقى كتير. لسه ممكن مثلا اي اوتوميشن، ماركتنج ايجنسي. فلسه مفيش بيزنس رئيسي في دماغي، لكن اي حاجه عايز انفذها دي نص البدايه، ان هي يبقى معايا فلوس بس. ففي الفتره اللي جايه بقى انزل محتوى، احاول بقى ابيع على قد ما اقدر. أنا مثلا شهر 2 3 4 ابيع اكبر قدر ممكن من اكبر فلوس، والفلوس دي حوشها لغايه ما في الاخر متنساش تعيش حياتك. سلام.